لا واشكر الاستاف كله. عقليه اللاعب المغربي متغيره غير منتخب المغرب اللي كنا نعرفه من 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين. التسخين اللي انا شفته النهارده في الملعب واللعيبه نازله بتسخن تحسسك ان منتخب تقيل، مش وصل كده لقبل النهائي بالصدفه. لا، في تركيز، في هدف من جواهم ان هم عايزين يعملوا حاجه. اللعيبه كلها عايزه تثبت النهارده. طبعا هو باد لك النهارده ان ما ياخدوش الثالث، بس دي حاجه ما تقللش منهم. انا واحد بشكرهم وبتمنى ان يفضل كل المنتخبات العربيه، مش بس المنتخب المغربي، كل المنتخبات العربيه على الوطن العربي تفكر بنفس التفكير ده، بنفس التركيز. لازم كله يشتغل على نفسه، ما ينفعش حد يشتغل وما فيش حد يشتغل. لازم كلها منظومه، كلها لازم تشتغل، ان كانت من مسؤولين، كانت من مدربين، كانت من لاعيبه، كانت من حتى العمال. محتاجه الترابط اللي انت بتشوف ان اللعيبه بتنزل دي وكله مركز وكله عنده، كل واحد وشه تبص على وشه تحس ان هو وشه بيطلع نار في السلام الوطني. انا اول مره اشوف المنتخب المغربي الا في بطوله كاس العالم كل الاستاف وكل اللعيبه كلها بتقول النشيد الوطني. دي حاجه بتحسب للكابتن وليد وبتحسب لكل المسؤولين في المنظومه. ياسين طبعا من الحراس مرمى اللي انا يعني هتوقع له، مش اتوقع ده، اكيد في يناير ممكن يروح لفريق كبير. ده لو هو ما مشاش يعني حتى في يناير الموسم الجديد او في يناير ممكن يروح لفريق كبير في اوروبا، لان هو يستاهل. حارس مرمى مواصفات حارس دولي، حارس محترف، عارف ايه اللي مطلوب منه. تمرينه النهارده كله تركيزه في الملعب، ما بيبصش لحد، ما بيتكلمش مع حد والله الا بعد ما خلص تسخينه. سلمت عليه. بتمنى طبعا لكل المنتخب المغربي والوطن العربي وكل المنتخبات العربيه بالتوفيق الفتره القادمه ان شاء الله. يا خالد بنتكلم عن الانجاز شوي. بالنسبه للانجاز المغرب شويه ما تكلمت انا. نعطيهم حقهم شوي. انت بتدلني لانك ما تكلمت صح؟ بتدلني لانك ما تكلمت. لا ما ادري. تفضل يا ابو الشهد تفضل، ما اقدر اقول لك شيء، انت الحين نجم كبير في المغرب ويحبونك يعني. للتاريخ. واسنانك تعبانه بعد ما اقدر اقول لك شيء. عموما الف مبروك، يعتبر انجاز تاريخي لاول فريق عربي وافريقي. في نقطة مهمة جدا في اللاعب بالفطرة، في اللاعب المغربي، وهذا مهمة جدا عشان واحد يعطيك لتحقيق انجاز او انك تكون منتخب قوي وثقيل تقارع هذه المنتخبات العالمية. بالفطرة لاعب مغربي مهاري وسريع وبدني. في بعض الدول ممكن يجيك لاعب مهاري لكنه مش سريع مش بدني. المغرب عنده مثلث، وهذا اهم مثلث اللي ينقارع هذا الفرق العالميه، موجود في اي لاعب، بدليل الالعاب القوه في السباقات اللاعبين المغربي دائما يحققون انجازات. لذلك نحن معطينا التصريح، لو تجي انت تشوف البطولات اللي اشتركت فيها المغرب في كاس العالم فترات زمنيه طويله كانت دائما تحقق انجازات وفوز. بعضها تعرضت الى ظلم وبعضها تعرضت للتحكيم، بعضها ما تعرضت الى ما في حظ، بس هذا المنتخب اكتمل وبدت هذا الانطلاقه. انا على ما اعتقد ان المستقبل انه هذا المنتخب المغربي مش ان كان هذا الجيل او الجيل المستقبل قادر يقارع، خلاص هو عرف الطريق. لكل بطوله طريقه وتعامل معين، لكن الامكانيات موجوده. يعني لو ذكرنا بعض البلدان الافريقيه او العربيه تجد لاعب عنده مهاري لكنه بدني مش قوي مش سريع. هم ملكوا ما يسمى مثلث كرة القدم اللي تقدر تقارع اكبر منك فرق وقادر تنافسه وتشيل بطولات، بس باقي الاحتراف باقي العمل الاخر. لكنك بالفطره انت مولود كذا، وهذا اللي دائما برشح المغرب لعمق فني قوي جدا، لان بنشوف اللاعبين من خط الدفاع الى راس الحربه هم سريعين جدا بدون كوره وبكوره. ولذلك هذا منتخب عندما تريد تحقق تدخل تنافس الفرق الاخرى لازم يكون عندك صفات معينه وميزات. انا اشوف له مستقبل كبير جدا. هو بدا الخطوه الاولى، عرف طريق كاس العالم، خلاص اللي انا بتشرب ما يسمى الثقه في النفس. عندما تكون عندك الثقه النفس مع احتراف مع عمل في المستقبل، انا ارشحه كاول فريق افريقي وعربي قادر يشيل كاس العالم. أنا بالنسبة لي المنتخب المغربي اليوم عمل خطوة مهمة برشا بالنسبة للكرة العربية بصفة عامة، والعرب انه اليوم المنتخب المغربي خلانا نجم ونحلم، واللي الفرق الوطنيه والعربيه كلها قادره تمشي لبعيد. اليوم المنتخب المغربي اعطانا درس في وقت اللي تخدم بجديه وتكوينك يكون واضح ويكون عندك استراتيجيه واضحه تنجم توصل لاهدافك،
ولكن زاد فما حاجه مهمه برشا. اليوم المنتخب المغربي هي بدايه مرحله، حسب اعتقادي انا اليوم المنتخب المغربي يلزمو يرد باله من نفسه، على خاطر المرحله هذه مرحله مهمه برشا، وصول للقمه حاجه مهمه برشا، لكن لابد اليوم المنتخب المغربي كما البلدان العربيه باش تحاول باش تنافس المنتخب المغربي وباش تحاول تلتحق بالمنتخب المغربي، على خاطر اكدت اليوم المنتخب المغربي انه فما امكانيه نجموا نمشيوا لبعيد. المنتخبات الاوروبيه ما تفوقنا في حد شيء من ناحيه الفنيات ومن ناحيه الامكانيات البدنيه ما يفوتوناش، لكن اللي كان ناقصنا هو الانضباط وهو ايماننا بنفسنا وقناعاتنا ان قادرين نمشيوا لبعيد. انا نقول حاجه واحده، انه المنتخب المغربي لابد انه يبني على الفريق هذايا باش ينجم يواصل المرحله هذه، خاطر المنتخب المغربي اليوم باش تبدا من المنتخبات اللي هو باش يكون معناتها وجهه للناس الكل، وكل واحد باش يحاول ينتصر عليه، لكن فما مقاومات نتاع فريق ممتاز ينجم يهيمن على الكره في سنوات قادمه. على طاري ما دام انت رجعت حق المنتخب المغربي، وانا بصراحه كنت بركز على النهائي بكره، مش غلط ان احنا نتكلم على اللقطات التحكيميه اللي صارت، انه يقول لك لعيبه المغرب حسوا انه في ظلم تحكيمي. انا بس قبل ما تجوني عملت تصويت مع كل المحللين اللي كانوا في الفتره اللي قبلكم، وكلهم اشادوا في حكم المباراه، وعملت حتى سؤال وراح اعيد عليكم اكيد، يعني هل الحكم اثر على سير ونتيجه مباراه المنتخب المغربي والمنتخب الكرواتي؟ ابدا لم يكن هناك اي تاثير. وودي اني اخذ تصويت منكم، ولكن وصلنا ضيف الان، ضيف بالنسبه لي انا مهم جدا، وبالنسبه لكاس العالم مهم جدا، للذكريات وذاكره الرياضيين ضيف مهم جدا، ضيف يعني وصل امس روبرتو باجيو، يصل الان الى محيط قناه الكاس، يدخل عندنا في مقرنا في مقر برنامج المجلس. وروبرتو باجيو على فكره لما وصل الى الدوحه لبس قميص المنتخب الارجنتيني، وترك يعني البعض في حيره كبيره، ليش ذهب لوضع ولبس تيشيرت المنتخب الارجنتيني، رغم ان البعض يقول لك والله يعني هم يلعبون مع فرنسا فريق اوروبي وجار ايضا لايطاليا، ومع ذلك راح نسال باجو اليوم ونقول له ليش انت لبس المنتخب فانية المنتخب مين ما يحب مارادونا وميسي يا خالد؟ مين ما يحب مارادونا وميسي؟ اي ها شفت شلون؟ باقي وفنان، حتى باقي والفنان يحب الفنانين. صح. تفضل يونس. خالد، تعرف انت اكو بعض الشخصيات يعني من وراء ميسي تدور شهرة بالمنطقة، وهذا ان انا احب ميسي وهذا نعم يعني سؤال السوشيال ميديا يعني باجي نفس الشيء، هم السوشيال ميديا يدور بايطاليا. عموما نرحب في الاسطوره الايطاليه روبرتو باجيو، يصل الان الى مقر المجلس هنا في ميناء الدوحه القديم.